تمنيت إني رحت بعد ما فزعت لك المعركة وصرنا أصحاب. ذاك الشيء إنسان. أنا جيت عشان نصفي الحسابات حقتنا. ها؟ قول لي ليش خنتك؟ ليش؟ انا ائتمنتك على ارضي، ائتمنتك على ممتلكاتي، ائتمنتك على شعبي، ائتمنتك على الناس المظلومين، على القرويين، ائتمنتك عليهم. ليش خنتني يا دريم؟ ليش؟ الكلام ما راح يكون هنا، الكلام راح يكون في بغداد. فهمت؟ اعدام على خيانتي. اسمع يا ليوكس، ابغاك يعني انت تكون متكفل بالمحكمة، يعني بالجلسة حقت دريم. ابغاك انت تكون متكفل فيها. يا عمي ما ابغاك تكون انت القاضي. راح اتكفل بيها واكون القاضي. ايش؟ راح اتكفل بيها واكون القاضي. اوكي. اسمع، شفت لما هلا المحكمة يعني جاهزة كده، والأدلة يعني كل شيء جاهز، يعني كده الأدلة ومكان يعني الحكم وكده كل شيء جاهز 100%. كل شيء جاهز. اوكي، لأن راح نحاكم دريم محاكمة عادلة. طيب، يلا. السلام عليكم يا معتز. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هلا والله. اسمع معتز، بس ابي كذا بشيء على انفراد، ابي اقول لك شيء كذا. ليوكس ممكن تخلينا على الانفراد؟ روح جهز الاشياء حقت المحكمة. اوكي، راح اجهز المحكمة. برو ايش تبي؟ اسمع معتز، كذا ابي شيء، ابي اقول لك شيء بخصوص دريم. يلا اتكلم. اسمع برو، يعني هو دريم صحيح يعني كده غدار وغدر فيك كده، ما مو موثوق فيه، لكن كده يضل صاحبنا يا برو. بليز سامحه، بليز ابوس رجلك، تعال بليز يا برو، بليز. لا تبس رجلي بس برو. لا هو غدر فيني، يعني انا ائتمنته على الاراضي، ائتمنته على القرويين، ائتمنته على كتير اشياء يا برو. عطيته جيش، عطيته فلوس، يعني دعمته بكل شيء كده، دعمته، عطيته واحد من اهم الاقاليم في الدولة. بس يا برو، انت تعرف شعور الصديق لما يفقد صديقه. انت صحيح مو صديق دريم، لكن انا صاحبه، فانا بزعل لو انت عدمته، فارجوك يا برو لا تعدمه. برو انا كمان احبه، بس يا برو هو سوى غلط. والخيانة، انت تعرفني كم اكره الخيانة ذنب عظيم، الخيانة جرم عظيم يا برو. المسامح كريم. ادري المسامح كريم، بس يا برو الخيانة برو ممكن يخوننا في احد المعارك، ممكن يخوننا. طيب، هو انا عارف شعورك انه الشخص يخونك، بس كذا انت، انا كده بزعل لو انت عدمته، فما ادري انت لو يهمك رايي. برو انا ما راح اعدمه، انا راح اشوف حكم المحكمة. بس انا قلت غالبا راح يكون الاعدام، لانه الخيانة ذنب عظيم. الشيء الوحيد اللي يعوض الخيانة هو الدم حرفيا. انا الحين ليش قلت لك يعني ليش قلت انا كنت اقدر اقتله، يعني كنت يعني يوم لما سوينا فايت كنت استطيع اقتله بكل سهولة، كنت اقدر اقطع راسه في ذيك الثانية حرفيا. بس لا، انا حبيت احكمه محاكمة عادلة، احكم عليه بشرع الله. ما ادري، بس يعني الموضوع مو في يدك، يعني الموضوع مو في يدي. انا كان في يدي كل شيء، كنت استطيع اقتله، كنت اقدر اعذبه. بس لا، انا طبعي مو كذا، انت عارفني انا حاكم يعني عادل،
وحق حق. يعني الحين كل شيء في يد القاضي. يب كل شيء في يد القاضي وفي الأدلة وكل شيء يعني. وانت راح تكون شاهد لأنك يعني شفت يعني وش صار. راح تكون شاهد. انت كنت شاهد على وش صار، على الشيء اللي صار. يب انا شفت اللي صار بس ما ادري اسمع برو، بس بتوكل على الله وان شاء الله ما يطلع حكم اعدام. اسمع يطلع بس سجن مؤبد ولا يطلع اعدام يا برو. انا الصراحه دريم مره احبه، صاحبي من زمان. برو لو تشوف الحب اللي احبه له انا اكثر منك لانه فزعلي. كنت راح اموت. شفت لو مت هذاك اليوم الدولة كانت راح تطيح، كانت راح تسقط الدولة لو مت هذاك اليوم لما فايت واردينيدو. وكمان لعبنا منهانت انا وهو واستمتعنا. مدري ليش الحسد الحقد اعمال وعيون. ما ادري بس انا الحين بروح وبدعي له ان شاء الله ما يطلع اعدام كده يعني. بس ان شاء الله ما يطلع اعدام فقط، يطلع السجن مؤبد عادي. اهم شيء ما يموت. كل شيء بيد القاضي. اسمع يا مستر كريش، انا الصراحة ابغى ااجل المحكمة حق الدريم لانه في بعض مشاكل اقتصادية في الدولة وفي يعني كده في بعض التمردات يعني والخراب يعني من مرتزقة اخر فترة يعني. عشان كده راح نأجل المحكمة حق دريم. هاي نايس، هذا خبر مفرح كده عشان ما يعني كده ما ابي دريم يموت بسرعة. طيب يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت مين انت؟ انزل فوق الطاولة. وانت مين ده؟ احترم نفسك. مين فيكم المزارع او الفلاح معتز؟ وانت برو انت مخربط في العنوان. هنا مقر قيادة، مقر عسكري هنا. ما يهمني مين فيكم هو المزارع معتز. اول شيء الزعيم معتز مو المزارع معتز، واحترم نفسك. وكمان مين انت ليش جاي هنا انت؟ انا جاي اشتري كل هاي الاراضي. انت بتتكلم جد؟ على كيف جدك تشتري دي الاراضي؟ يعني ما ادري بس يعني المفروض لك لو سمحت لا اضرب الزعيم معتز. ارجع مكانك لو سمحت. ارجع. اول شيء لا اضرب هذا الشخص عشان الزعيم معتز. ولو ما تعرفه روح اقرا عنه في الجرائد. اوكي فين؟ انا ما اعترف به. اقول لكم انا ما اعترف به. المهم اني اشتري هاي الاراضي، محتاجها. اسمع يا برو، اراضينا بس مو طلع في عيوني. اول شيء اراضينا ما هي البيع. ثاني شيء هذه الاراضي اخذتها بجهدي وبدم جنودي وبالجهاد وبكل شيء يعني بالقتال بحد السيف. وثالث شيء مين انت وعرف على نفسك. ورابع شيء لا تضرب. انا اغنى رجل في الدولة في العالم. ارمي جدة. ما يهمنا الفلوس. احنا ما يهمنا الفلوس وسخ الدنيا. اوكي ما يهمكم الفلوس. مين انت ابغى افهم مين انت. احمد. انت احمد؟ اغنى رجل في العالم. انت رجل اعمال؟ يب. يا بواي. الحين جاوبني، راح تبيع لي الأراضي ولا لا؟ تعرف أنا مو متفرغ لك. عندي مستعمرة هنيك، تعال عندي. لو مين سمح لك تبني مستعمرة في أراضي حقتي؟ أنا مشتري تلك الأرض وبنيت عليها، ما يهمني. اسمع ترى هاي الأرض كلها تحت سلطتنا يعني، فلو ما كنت تعرف. اسمع تحت سلطتكم؟ اسمع
روح وبفكر في عرضك، روح للمستعمرة حقتك وبفكر في عرضك. اوكي مستر كرش تعال. برو انا انا الصراحة ابغى فلوسه يعني مقابل الاراضي. تبغى فلوسه؟ يب انا مطفر اخر فترة. يعني تبيع كرامتك عشان فلوس؟ مين قال لك اني بعطيه الاراضي؟ برو روح جهز الجنود، راح نداهم المقر حقه. احا برو، انت وش اللي في راسك؟ احا راح نداهم مصادر امواله لانه اجى هنا واهان الدولة وكل شيء. راح الحين راح نسوي مداهمة مع المقر حقه. جهز رجال يلا، اكيد انه في عنده رجال مرتزقة بما انه عنده فلوس كذا مطنوخ مدري شوف كمية الدايموند اللي جايبها بس. يا عمي مثل ما قال لكم ملياردير يعني. يلا جهز. بس اوكي ابشر، اجهز لك اكثر من 5000 جندي. لا برو لا احنا ما راح نسوي غزو على مدينة. جهز 20 بس، يلا توكل على الله. اوكي اسمع برو الحين هذا هو المقر اللي كان قاعد يقول عنه. يب ذا هو. وانت في ايرون جولم محبوس. يا عمي لا تقول لي هذا زي المرتزقة يحبس الايرون جولمز والالي. برو انا اظن انه يبيعهم. برو يلا جهز نفسك، البس جهز نفسك برو، راح نداهمهم. اشوف المرتزقة في كل مكان. يلا برو نهجمهم. يلا برو اهجم، امحوا جدهم كلهم، لا ترحموا ولا كلب فيهم يا رجال. يلا برو لا تخلي ولا حدا يهرب. اوكي برو لا تخليه يهرب، لو هربوا مشكلة. يا عمي ده قاعد يضرب. اوكي اسمع معتز، تقريبا خلصنا على نصهم الحين. يلا نخلص النص الثاني. يلا فقط هل فيك في جمل هنا؟ اوكي بشوف بحرر الايرون جولم، بحاول اني احرر الايرون جولم كده. خلي بعدين تعال نخش هنا نسيت ما معي. اسمع تعال هنا. اوه ماي جاد الصناديق كلها مليانة فلوس. تعال خليك جاهز. احمل كروس بو في ايدك الاحتياط. وقف مكانك، لا تتحرك. اللي يسلم نفسه. وقف مكانك. تعرفون كم دفعت عشان هذول الجنود؟ وش اسوي لك؟ انقص لك مثلا؟ ما يهمنا انت، ما يهمك الشرف حق اراضينا، كمان احنا ما يهمنا كرم جنودك ومدري ايش. سلم نفسك يا اخوي. الامبراطور راح يذبحني، ما راح يرحمني. انقلع انت وامبراطورك. برو فتش الصناديق. تعرف خذ كل هاي الصناديق فيها دايموند ودعني اذهب. اترك عرفني بحالي. برو فتش الصناديق، ممكن تكون فاضية، ممكن يخدعنا. فتش الصناديق فتش. لا مش فاضية. كلها مليانة فلوس ودايموند واميرالد. ترى يهرب. قاعد يهرب. تعال لا تقتله. برو كفرت في وجهي. اوكي بما ان بدأت الحرب خلاص تعال. برو ضل مكانك هنا حل الايرون جولم. ضل مكانك هنا بلاحظه. اوكي يا احمد احسن لك استسلم، تراك بتموت. تبيها كده برو، لا تتدخل. تبيها كده فايت. لا والله كنت امزح. برو خذ دروع. ارمي سيفك. اتفضل برو خذ دروع. ارمي دروعك، ارمي فلوسك، ارمي كل شيء.
بنفشخ. ارمي كل شيء. ها شوفوا خلفكم وحش. خلفكم. وين الوحش؟ مشتري طاعون ايج حق مرتزقة كمان. ايه ترى مطمر. وتا وين راح؟ عادي خلوه يهرب. لا عرب. خلوه يهرب. برو تعال. يا عمي غشاش ده محل كرياتيف ولا شنو؟ جاب بيضات حق مرتزقة. برو انا ما اظن انه جابها بالكريد، انا اظن انه اشتراها. اظن يعني عشان هذه الاشياء ما تنجاب بالسرفايفل ابدا. يلا برو تعال نرجع للكوخ من مصادر الاموال. يلا اوكي ما هو نايس ما اخذ شيء. برو راح اخذ يلك الصناديق. الله الاميرالد برو. خذ برو جمع البلوكات اللي هنا. برو نايس شكرا برو. في اميرالد انا باخذ الفلوس اللي هنا. برو في اميرالد الارض راح نجند جنود كثير. يب حرفيا. اسمع برو صراحة ما ادري بس احنا قاعدين ننهب للرجال ما ادري بس. برو احنا ما ننهب، هذه غنيمة برو. شوف الاميرالد برو شوف الاميرالد اللي في الجسد ده. شوف برو كل دي الاموال. برو احنا ما قاعد ننهب لانه النهب انك لما تسرق نسيت بلوك. يا برو تعال شوف ذا الشيست. تعال افتح وشوف. حرفيا راح توصل من المنظر اللي جوات. برو لما تنط زيادة عن اللزوم. هذا يب مليان اميرالد. مليان امس ده. برو انا اظن انه ده تاجر حق حديد. يا حداد يعني. ما ادري. نايس برو نايس. خد يا حارس خد دلع نفسك يا اسطى. دلع نفسك يا برو. خد الاموال. حق شهودك السنوات مع هذا الحارس الوحيد اللي اظن التانيين برا. كم خسرنا من جنود؟ ما ادري بس جبنا 10 اظن فما ادري كم اسمع في صوت كده جنود قاعدين يموتون. ويت ممكن لسه في قتال برا. برو يلا حر ايرون جولم بتاعتك يا جيم برو. انت حر طلقهم. لا يا اخي يلا شوف الدنيا، شوف الفلوس، شوف الدنيا يا اسطى. شوف يلا يا برو. لا تخاف يا برو. شوف انت تحت الارض بس. دقيقة برو بس اخذ البلوكات حقت الدايموند وبعدين عطني الولاعة وافجر جدة. يلا برو يلا بفجرهم طريقتي الخاصة. عطني الولاعة. يلا انفجروا يا كلأ. وات بوش سترينج هنا يا برو.